عمرك سألت روحك علاش فما افلام تخليك تحس بالانتماء لبلاد عمرك ما مشيت لها؟ ولا علاش نجم تكره شعب كامل وتخاف منه وتصوره كعدو قبل حتى ما تقابل منهم حتى انسان؟ الاحساس هذايا ما يجيش صدفه، هو مصنوع. الحقيقه اللي السياسيين والجنرالات فاهمينها مليح هي انه السينما عمرها ما كانت مجرد فن للترفيه، بل هي المختبر الاكبر لتشكيل الوعي الجماعي، وهي السلاح الوحيد اللي ما يخرجش رصاص اما يزرع افكار ومشاعر، ومع الوقت تحول القناعات راسخه اقوى من اي قانون. تحب تعرف كيفاه؟ اجا نحكيو فيه. مرحبا بيك صديقي ولا صديقتي اللي تتفرج، انا دالي وهذه الحلقه الثالثه من سلسله نحكيو فيه على قناه ثله. في فيديو اليوم باش نغوصوا في كواليس علاقه السينما بالسياسه، باش نفهموا كيفاش الكرسي والسياسه هما المخرج الخفي لكل مشهد تشوفه. وقت اللي تدخل قاعه السينما تحس روحك هارب من الواقع، اما في الحقيقه انت داخل الفضاء يعاود يكتب في الواقع نتاعك من اول وجديد. الفيلم ما يعطيكش افكار مباشره، اما يخليك تعيش تجربه كامله تحسها وتتفاعل معها. والعقل البشري عنده نقطه ضعف، الافكار اللي تجيه في شكل احساس يصدقها اكثر من الافكار اللي تجيه في شكل خطاب. وهنا خطوره السينما، تصنع لك احساس بالواقع، والاحساس هذايا يتحول مع الوقت الى قناعه، والقناعه تولي موقف، والموقف ينجم يتحول لقرار سياسي من غير ما تفيق. كان نرجع شويه للتاريخ نلقاو انه فلاديمير لينين كان من اوائل الناس اللي فهموا القوه هذه، وقت اللي قال من بين جميع الفنون السينما هي الاهم بالنسبه لنا، على خاطرها توصل للناس الكل، المتعلم والامي، وتدخل مباشره للخيال من غير ما تشاور. في الوقت ذاك السينما كانت اداه تعبئه واضحه، تمجد الثوره، تبني صوره العدو، وتخلق احساس جماعي بالانتماء. المخرج سيرجي ايزنشتاين ما كانش يخدم على الجمال فقط، اما كان يخدم على هندسه المشاعر. في فيلمه باتل شيب بوتمكن كان يستعمل المونتاج باش يصدم المتفرج، يركب لقطات بطريقه تخليه يحس قبل ما يفكر. خاطر المتفرج اللي يفكر ينجم يشك، اما المتفرج اللي يحس يتاثر ديريكت. وهنا السينما تولي مش مجرد نقل واقع، بل صناعه واقع جديد من خلال الاحساس. اما اليوم السينما تعديت مرحله الدعايه المباشره، ما عادش الهدف انك تقنع الناس بفكره سياسيه واضحه، بل انك تشكل الانسان نفسه، كيفاش يشوف النجاح، كيفاش يعرف الحريه، شكون ينجم يعتبره بطل وشكون اللي يشوفه عدو. هنا يظهر مفهوم القوه الناعمه كما شرحها جوزيف ناي في كتابه سوفت باور، اللي بين كيفاش الدول تنجم تفرض تاثيرها عبر الجاذبيه الثقافيه مش بالقوه العسكريه. السينما الامريكيه مثلا ما تبيعش افلام فقط، تبيع نمط حياه كامل يخليك تحلم تعيش كما شخصيات وتشوف العالم بنفس العدسه. اما باش النظام هذا يخدم لازم يكون فما عدو، وهنا تدخل السينما في دور اخطر، صناعه العدو داخل مخك. العدو في الفيلم ماهوش انسان معقد وعنده ماضي وتجارب وتناقضات، بل بالعكس هو فكرة مبسطة مختزلة تتعاود بنفس الشكل حتى لين تولي واضحة وسهلة الهضم. خاطر العقل البشري بطبيعته يحب الحكايات البسيطة، يحب يعرف شكون معاه وشكون ضده، يحب يطمئن انه العالم مفهوم حتى كان الفهم هذايا زائف. الباحث جاك شاهين في كتابه Real Bad Arabs بين انه المسألة ماهيش فيلم ولا زوز، هي تراكم طويل المئات الافلام اللي تعاود نفس الصورة، نفس اللهجة، نفس الملامح، نفس الادوار، الارهابي، المتخلف، البدوي، العنيف، شخصيات تتكرر حتى لين تولي مألوفة، ومع الوقت المخ يبدا يتعامل معها كحقيقة مش كشخصية من خيال الكاتب. وهنا تكمن الخطورة. السينما ما تقنعكش بالحجة بل بالتكرار. وهنا نرجع لأفكار إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق، وين يفسر كيفاش الغرب ما اكتفاش بأنه يسيطر على الأرض بل سيطر على الصورة. الشرق ولا يقدم كفضاء غريب خطير وغير عقلاني. يحتاج ديما للي ينقذوا أو يحذروا. السينما لعبت دور أساسي في ترسيخ الصورة هذه، على خاطرها تخدم على العاطفة أكثر من العقل. ما تقولكش الآخر خطير، أما تخليك تحس بالخطر كيف تشوفه. وبخصوص صورة العرب ننصحك تمشي تشوف فيديو العرب في هوليوود الشين فيلمر وتشوف المحتوى اللي يعمل فيه على السينما، أما بالطبيعة بعد ما تكمل تفرج في حلقاتنا. ومع الوقت العقل يبدأ يخدم طريقة تلقائية ويشوف العالم بمنطق سينمائي، بطل وشرير، خير وشر، أبيض وأسود. التعقيد يختفي والتفاصيل تضيع. أي صراع سياسي معقد يتحول في مخك القصة بسيطة فيها طرف باهي وطرف خايب. وهنا تكون السينما نجحت مش فقط في التأثير عليك بل نجحت في إعادة تشكيل وعيك الجملة. لكن في المقابل الكاميرات نجم تكون زادة سلاح مقاومة، لأنه نفس الأداة اللي تنجم تخلق صورة زيفة تنجم زادة تفككها. ومن هنا يظهر تيار السينما الثالثة باش يقول لا، الحكاية ماهيش هكا، لازم نحكيو قصصنا بيدينا من زاويتنا
وبصوتنا. فيلم معركة الجزائر للمخرج جيلو بونتيكورفو مثال قوي برشا. الفيلم ما يعطيكش مسافة آمنة تتفرج منها، بالعكس يدخلك في وسط الحدث. الكاميرا تتحرك كيف العينين، الصوت يجيك خام، الفوضى حقيقية، تحس روحك في وسط الشارع، وسط المواجهة. هنا ما عادش نجم تحكم بالسهل، ما عادش فما بطل واضح وشرير واضح، بل بشر، خيارات وضغط واقع. المتفرج لهنا يتحول لشاهد، والشاهد يتحمل موقف. وهذا بالضبط اللي يخوف الأنظمة. السينما اللي تطرح الأسئلة في عوض ما تعطي الأجوبة جاهزة، واللي تكسر القوالب في عوض ما تعودها، خاطر تعاود كتابة القصة من أول وجديد، وتفكك الرواية الرسمية اللي السلطة تحاول تثبتها. وقت اللي مخرج يختار يحكي على التهميش والفقر أو الفساد، هو مش يعمل في عمل فني فقط، هو يعري في الواقع ويخلق في وعي. حتى كانوا من غير شعارات مباشرة. تقولي أنت علاش تخاف الأنظمة من فيلم؟ على خاطر السينما ما تنقلش فقط أحداث، أما تزيد تعطيها معنى وتأويل، والمعنى هو اللي شكل الوعي. الناقد والمؤرخ السينمائي سمير فريد كتب مطولا على دور الرقابة في السينما، وكان ديما يوضح أن الرقابة الحقيقية ما تتوقفش عند حذف مشهد أو تغيير كلمة، أما تبدأ من السؤال: شكون يحكي القصة؟ ومن أما زاوية؟ وشنو هو اللي تم إخفائه؟ أما الأخطر من الرقابة المباشرة هو الرقابة الداخلية، وقت اللي المبدع يولي يسأل روحه قبل ما يكتب: هل الفكرة هذه تنجم تعمل لي مشاكل؟ وقتها الإبداع يولي محاصر من الداخل، والسلطة ما عادش ملزمة انها تتدخل، خاطرها ولات ساكنة في عقل الفنان نفسه. لوتوسونسور صديقي وصديقتي، ما تفكركم شيء؟ في النهاية السينما والسياسة ما همش عالمين منفصلين، هما وجهين لنفس العملة، واحدة تحكم في الواقع وواحدة تصنع الخيال اللي يبرر الواقع أو يتمرد عليه. الفيلم ما يوفاش وقت اللي يتيح الجينيريك، بالعكس هو يبدأ يخدم من بعد، يخدم في صمت، في اللاوعي، في الطريقة اللي تشوف بها الناس، الأخبار وحتى روحك. المشاهد الواعي هو اللي يقف لحظة ويسأل: علاش حسيت هكا؟ وشكون حبني نحس هكا؟ وهل الإحساس هذايا جاي من تجربة حقيقية وإلا من صورة تكررت حتىش لين صدقتها؟ خاطر في عالم اليوم المعركة الحقيقية ما عادش على الأرض، المعركة في الخيال، واللي يربح خيالك يربحك. يا اخي مش نقعد كل حلقه نعمل لك في مشهد وانت ما تعملش لايك وبونمون في الاخر؟ وين التعاطف والتعاون والتضامن؟ يعمل لايك وبونمون يهديك ربي.